يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم زي اللبن الحليب. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيدة عليكم وعلى حبايبكم. ربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة وهنا. ربنا يحل أيامكم دايما ويكبر بخواطركم ويصلح حالكم ويسعد قلوبكم يا رب. النهاردة إن شاء الله بقى يا حلوين أول يوم في عيد الأضحى المبارك. طبيعي زي ما انتوا عارفين لازم اقف عند النخلة اسمع تكبيرات العيد، ولازم برضو اطلع الشارع هنا اشوف الناس وهي رايحة تصلي صلاة العيد. ودول اصحاب ميدو ابني برضو رايحين يصلوا العيد. والله يا جماعة حاجة كده تشرح القلب. حاجة كده لما تشوفوا كده المسلمين كلهم متجمعين مع بعض بتحس كده براحة نفسية، وبتحس بالفرحة الحقيقية، وبتحس ان الناس كلها متجمعة مع بعض. ده بقى يا جماعة كانت بنتي بتصلي، وطبعا جبت لكم المقاطع اللي هي صورتها. ما شاء الله ما شاء الله، فرحة ما بعدها فرحة. يا سلام. والله ببقى نفسي كده اروح اصلي معاهم، بس زي ما انتوا عارفين ما بعرفش اسيب البيت، وكمان ابني الصغير بيبقى لسه نايم فما بعرفش اسيبه. فانا بصلي في البيت، وطبعا بصنع لنفسي السعادة في البيت، بشغل طبعا الصلاة في الراديو وفي التلفزيون. المهم يعني بحاول ان انا افرح نفسي في البيت لحد ما هم يجوا من الصلاة. زي ما كانت الله يرحمها كانت تسيبنا كلنا نروح نصلي، ونيجي بقى من الصلاة نلاقي الله يرحمها طبخنا الفتة الحلوة، وكمان محضرنا بقى الحاجات الحلوة والشوكولاتة والترمس والحاجات اللي زي السكر دي. ايام العز بقى وايام بيت الام والاب وبيت الاهل بقى كنا واخدين راحتنا على الاخر، لحد بقى ما كبرنا واتجوزنا وخلفنا، وبقينا ناخد مطرح امهاتنا وعيالنا برضو بقى يروحوا يصلوا، واحنا بقى نفضل في البيت نطبخ ونحضر بقى الحاجات الحلوة لحد بقى ما يجوا من الصلاة عشان يفطروا، وكمان يلبسوا بقى هدوم العيد ويعيدوا مع حبايبهم ومع اصحابهم. ربنا يفرحكم جميعا يا رب. طبعا هنا بقى يا جماعة كنت دخلت بقى عشان برضو يعني استمتع كده مع نفسي كده. جبت الصلاة طبعا والخطبة بتاعت العيد على الشاشة، وبوريكم انا بقول لكم انا منظفة وفرشة، وطبعا غاسلة فرش الانتريه وكنت قلبة الدنيا. بس والله ما قدرتش اجيب معاكم، لان زي ما انتوا عارفين ابني كان عامل عملية، وكنت مرهقة جدا جدا، وطالعة من العملية مرهقة وما كنتش قادرة اصور لان التصوير بياخد وقت معايا. فأنا طبعا كل ده مغسول وكل ده ممسوح وكل ده يعني الحمد لله رب العالمين. حتى كل مرة بجيب معاكم روتين وقفة يوم العيد، عايزة أقول لكم اللي أنا مخلصة يوم وقفة العيد الساعة 12 بالليل. يعني أنا دايما بقول اللي أنا بفرش شقتي قبل العيد بيومين عشان أكون مرتاحة وكمان ما اجهدش نفسي. لا، المرة دي أول مرة تحصل اللي أنا فرشة مخلصة فرش شقتي ومسح وكل حاجة يوم الوقفة بالليل الساعة 12 بمساعدة ولادي. والله ابني الله يهديه يا رب، وبنتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وطبعا ما نمتش ساعتين، لان طبعا يوم الوقفة عندنا ده بيبقى يوم العيد. ما نمتش ساعتين وقمت بقى عشان اسمع صلاة العيد. ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده، واستمتع بيوم العيد وصلاة العيد وخطبة العيد والناس وهي رايحة تصلي. وكمان علق على الأكل بقى لأن طبعا احنا يا جماعة في الفلاحين معرفش بقى في المدن بيعملوا زينا ولا لأ. احنا يا جماعة من عاداتنا وتقاليدنا في الفلاحين، وأيام الله يرحمها وحماتي الله يرحمها اللي هي التانية، بنطبخ من بالليل أو من الصبح بدري، يعني من الفجر كده بنعلق بقى على اللحمة ونعمل الفتة والحاجات الحلوة دي، عشان طبعا هما بيطلعوا من الصلاة بيجي يفطروا على طول. وهنا بقى يا جماعة طبعا كنت نقع الترمس من امبارح وكمان الحمص. يعني انا بعملهم كل سنة يوم الوقفة، المرة دي عملتهم يوم العيد الصبح. طبعا ده ترمس سكري، انتوا بتسلقيه وبعد كده بتغيريه على المية وبتحدقيه على طول وبتاكلي منه، يعني مش زي الترمس المر. والحمص كمان انت بتعمليه برضو كده وبتاكلي منه على طول. والله السودانة حتى ما قلته الا تاني يوم العيد كنت ناسيه خالص. وهنا طبعا اللحمه كنت مشوحاها وزودتها بقى ميه سخنه ومع بصلايه طماطمايه ورق لورا حبهان شويه فلفل اسود، وطبعا الملح في الاخر خالص. يعني قبل ما اطفى عليها بنص ساعه بحط لها بقى شويه الملح. بحاول كده اجيب لكم اجواء العيد عندنا في البلد وكمان من بيت البسيط.
وهنا بقى كنت جهزت الصلصة بتاعة الفتة. طبعا انا عملتها معاكم كتير، وكنت عاملاها لسه قريب من اسبوع ولا حاجة اهو. يعني اختصرت في الموضوع بس عشان ايه، يعني الفيديو ما يطولش عليكم. وبعد كده اخدت بعضي وقعدت قدام البوابة شوية انا وسلفاتي، وبعد كده ايه ادخل اكمل الاكل. دي فسحتنا يا جماعة، ده اخرنا، نقعد شوية قدام البوابة وندخل تاني. واللي منورين الفيديو النهاردة معانا طبعا سيلفي الصغير اللي هو لابس جلابية، وابن سيلفي الكبير اكرم اللي لابس تيشيرت ابيض. طبعا سيلفي الصغير ده يا جماعه اللي دخل عليه وهو لسه في المدرسه، ما شاء الله دلوقتي اتجوز وخلف ومعاه جوجو ومعاه احمد. وطبعا اكرم ابن سيلفي الكبير يعتبر قد ميدو ابني، يعني اكبر منه بسنتين، اكبر من ميدو ابني سنتين. ربنا يسعدهم يا رب ويبارك فيهم. وبعد كده يا حلوين قعدنا بقى شويه وهزرنا وضحكنا شويه، ودخلت جوه عشان نفطر بقى ايه الفته الحلوه بتاعتنا. طبعا انا حمصت العيش بحته السمنه، وطبخت بقى شويه رز ابيض، وكمان زودت بقى الصلصه كده شويه شوربه. وتعالوا بقى ايه نعمل الفته الحلوه اللي تعمر الدماغ. والله يا جماعه الفته دي لو عملناها كل يوم ما بنزهقش منها ابدا. حطيت بقى شويه كده صلصه على العيش وشويه شوربه برضو، وعلى الرز شويه شوربه وكمان شويه صلصه. طبعا انا كنت عايزه اعمل محشي بس ما لقيتش كرنب خالص. انتوا عارفين كرنب الصيف بيبقى قليل مش موجود كتير، وكمان بيبقى موجود كرنب البطه. فقلنا بقى ايه نعمل فته، مع اني كنت عاملاها قريب من اسبوع كده، نعملها تاني مفيش اي مشكله زي ما قلت لكم اللي احنا هنا بنحبها. طبعا اللحمه دي ما شاء الله ما شاء الله اللي انا كنت جايباها معاكم من عند عم مرسي، شوحتها وبصوا استوت على البخار كده. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي زي العسل. وطبعا المره دي ما حمرتش بقى اللحمه، قلنا ايه ناكلها كده مسلوقه. انا عن نفسي اللحمه بالذات بحب اكلها كده مسلوقه، لكن عندي هنا ابو ميدو والعيال بيحبوا ياكلوها كده ايه متحمره. قلت لهم هتاكلوها كده المره دي. هو كل مره تحمير تحمير تحمير، يلا ايه ناكلها كده وخلاص. بألف هنا. والشوربه طبعا بتاعتها زي الفل. بألف هنا على قلوبكم. تعالوا بقى ايه افطروا معانا. أكلنا وفطرنا والحمد لله. والله العظيم كان يوم زي العسل مع الحبايب والقرايب. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. طبعا في ناس هتقول لي يا ام ميدو هو حد بيفطر فته ولحمه؟ احنا يا جماعه والله بنفطر فته ولحمه. يا سلام، ده حاجه كده ايه عسل وبتعمر الدماغ. المهم طلعنا بقى ايه بعد العصر كده، قعدنا برضو قدام البيت شويه. والجيران بقى ايه عندنا كانوا جايبين الضحيه عشان يذبحوها، كل سنه وانتم طيبين. وهنا بقى ايه ولادنا بقى وعيال البلد كلهم كانوا بقى ايه بيتمرجحوا. راحوا الملاهي بتاعتنا، ملاهي بلدنا، حاجة كده ايه على قدنا، بس حاجة بتفرح العيال وحاجة بتبسطهم وحاجة بتسعدهم. زي ما انتوا عارفين احنا هنا من الفلاحين او عايشين في الارياف، ودي امكانياتنا ودي حدودنا. يعني احنا مش عايشين في المدن عشان طبعا نروح بقى الجناين والملاهي الكبيرة والحاجات دي. لا احنا هنا يا جماعة راضيين بقالنا اي حاجة والله العظيم بتفرحنا، اقل حاجة وبتفرح ولادنا. ربنا يسعد اولادكم يا رب جميعا ويفرح قلوبكم يا رب. مفيش احلى من الفرح والسعادة. اهم حاجة انك تصنعي السعادة ليك ولبيتك ولأولادك في يوم العيد. كل اللي انتوا شفتوه ده كان روتين اول يوم العيد، وقلت بقى عشان اكمل لكم الفيديو اصور معاكم روتين تاني يوم العيد. طبعا صحيت من النوم، اول حاجة عملتها طبعا صليت والحمد لله، وقرينا الورد بتاعنا، وفتحنا بقى الستارة بتاعة المطبخ زي ما انتوا عارفين. وبعد كده ايه لازم اخد كوباية الباور، كوباية الكابتشينو عشان تظبط الدماغ، لان بصراحة عنده صداع من امبارح، يعني ربنا اللي عالم بيه الحمد لله. وبعد كده ايه حضرت الغدا على طول. لا حضرت الغدا ايه، قبل ما احضر الغدا قلت اقلي السوداني عشان بصراحة امبارح نسيت اقليه. طبعا السوداني كان كتير، قليته على مرتين عشان الصينية ما كانتش واخدة. فطبعا عشان السوداني ما يتحرقش منك وما يغمقش منك، انت بتسخني الفرن كويس وبتولعيه من تحت بس. تمام. وبعد كده بتهدي النار شوية وتحط السوداني على الشبكة اللي في النص، وتدخليه بقى وتتابعيه وتقلبيه كل شوية لحد ايه ما يحمر معاكي. وطبعا انا سويت الدور التاني. تمام تمام، او انا حمصت الدور التاني. تعالوا بقى ايه نحضر الغدا بتاعنا. طبعا هنعمل النهاردة أجنحة في صينية بطاطس. دول كيلو ونص أجنحة، غسلتهم ونضفتهم ومنقوعين وزي الفل. قطعت كمان حوالي 3 بطاطسيات. تمام. قطعتهم مكعبات أو تقطعهم شرايح زي ما انت حابة. وبعد كده ايه قطعت بصلتين كبار تقطيع صغير أو شرايح.
المهم يعني ايه اللي انت حباه. وكمان فصين توم كده مفرومين او 3، شوية ملح بقى، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، جنزبيل. بصي بقى البهارات اللي انت بتحبيها حطيها، شوية زعتر، الزعتر ده بيودي الفراخ في حتة تانية. وحطيت كمان شوية زيت، وحطيت كمان يا جماعة في البهارات شوية كزبرة ناشفة. المهم مسكت بقى الأجنحة كده مع البطاطس، تبلتها كويس جدا لحد ما البطاطس والأجنحة شربت من التتبيلة. ما شاء الله ريحتها زي العسل. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. اه تمام. بعد كده معايا طبعا طماطم مفرومة متصفية على حسب كمية الأجنحة. حطيت شوية ملح، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة، وكمان نحط حوالي معلقتين زيت أو 3. وقلبي بقى كل الحاجات الحلوة دي. لو الطماطم بتاعتك حمرا تقدري تستغني عن الصلصة، لكن الطماطم بتاعتي حسيت ان هي مش حمرا قوي، قلت لازم احط لها معلقة كبيرة من الصلصة. حطيت بقى الطماطم بتاعتنا الحلوة كده على الأجنحة، ما شاء الله الصلاة على النبي. وبعد كده ايه هزيتها كويس، ولا زودتها مية ولا أي حاجة، بس كده. نحط بقى شرايح كده فلفل رومي، عايزة بقى تحطي فلفل حامي زي ما انت حابة برضو. ما شاء الله الشرايح الفلفل دي بقى بتدي ريحة وطعم مقولكوش، وهي بتستوي كده على النار تشم الريحة بقى. يا سلام. اهو 10 على 10 كده. طبعا انا كنت هسواها في الفرن، بس قلت ايه اسواها على البوتاجاز وخلاص. الصلاة على النبي. حطيت صينية الأجنحة على نار عالية تاخد غلوتين، وبعد كده نهدي بقى النار شوية ونغطيها عشان تستوي. هي ما شاء الله استوت على طول، ما خدتش مني أي حاجة الصراحة، لأن انتوا عارفين الأجنحة بتستوي على طول. طبعا لميت بقى كل الحاجات اللي أنا استخدمتها وغسلتها أول بأول كده عشان المواعين ما تتكركبش في الحوض على الفاضي. نسيت اقول لكم اول يوم العيد برضو غسيل، حطيت دور في الغسالة زي ما انتوا عارفين، حتى في العيد والله الصبح وبالليل، وكنت نشرة كمان. يعني عشان نسيت اقول لكم ان انا حطيت دور في الغسالة، اكيد يعني طالما انا جبت الغسالة وهي شغالة اكيد يعني عرفتوا ان انا حطيت دور في الغسالة على طول. المهم غسلت بقى الطبقين، وقلت بقى ايه الزبده اللي عندي اللي انا كنت مسيحاها معاكم قبل كده خلصت، قلت اصيح معاكم كده ايه كيلو زبده بقري. طلعتها من الفريزر شويه تفك، وبعد كده حطيتها في الحله على نار هاديه جدا، وحطيت ايه معلقه صغيره مسح كده ملح. تمام، ما تكتريش ملح يعني، لكل كيلو زبده معلقه صغيره مسح ملح. سبتها بقى تسيح طبعا براحتها، وكل شويه بقلب فيها، لازم تقلبي فيها عشان ما تتحرقش لحد ما تغلي شويه وتستوي. وبعد كده ايه تسيبها بقى تبرد وتعبيها في علبه او في برطمان كده. لو قعدت معاكي سنه على الرخامه في عز الحر ما يحصلهاش حاجه. المهم هنا كنت بقى ايه محمره بقى شويه شعريه كده في شويه زيت، عشان هعمل شويه رز بشعريه جنب الاجنحه. نقلت بقى حله الرز على العين اللي ورا، عشان العين اللي ورا شديده، وجبت هنا الزبده على العين الصغيره، عشان كده كده ايه كده كده. المهم عشان كده كده يعني ايه الزبدة بتحتاج ان هي تستوي على نار هادية. اهو شايفين بتعمل رغوة بيضة، سيبها بقى تغلي لحد ما الرغوة البيضة دي تختفي خالص، وتنزل لتحت في الحلة وتتحول لمرتة. المهم راح جاي تقلبي فيها. رحت بقى بصيت كده على الأجنحة، ما شاء الله الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. غرست فيها السكينة كده عشان أشوفها استوت ولا لأ. تمام كده وزي العسل. هدخل بقى صينية الأجنحة تحت الشواية تحمر، بس هبص على الزبدة الأول وأقلبها. أهو ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنا سيحت معاكم الزبدة كتير كتير، يعني إيه بحاول أختصر في الحاجات اللي أنا جبتها معاكم كتير قبل كده. بس دي زبدة بقري، أنا جايبة زبدة بقري وجمسي، يعني مخزنة الزبدة بتاعتي في شهر طوبة في الشتاء زي ما انتوا عارفين. شايفين ما شاء الله أنا سايبة الزبدة تغلي وتستوي خالص عشان ما تعفنش. تمام. وخلي إيديكي فيها على طول، يعني قلبي فيها. الصلاة على النبي، والنار تكون هادية أهم حاجة. دخلت بقى صينية الأجنحة، ما شاء الله الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، تحت الشواية عشان تحمر. حاجة كده إيه عسل، حاجة شيكاليطة. طلعتها الحمد لله، وغرفت بقى شوية رز بشعرية وحطيت مخلل. والصلاة على النبي بألف هنا، بألف هنا على قلوبكم. طبعا الصوص بتاعها انا ما شفتهاش قوي، عشان انا عايزه بقى الصوص ده نغمس بيه في الرز والبطاطس. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها عامله ازاي، ولا لما اكلناها بقى طعمها عامل ازاي. مقرمشه من بره ولحمها طري من جوه. والحمد لله على كل حال، واكلنا واتغدينا والحمد لله وحمدنا ربنا. كل يوم حرف في الاكل، وكل يوم هنطبخ ايه وهنعمل ايه. والاجنحه دي بصراحه انا ما عملتهاش من زمان،
فقلت بقى اعملها عشان هم هنا طالبينها مني. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى اتغدوا معانا. وطبعا ما حبيتش بقى اطول عليكم الفيديو عشان برضو ما تزهقوش وما تملوش، والناس اللي عامله باقات الباقه بتاعتها ما تخلص. مع الف سلامه حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم.